اليوم عندنا فيديو ديال وردة على شكل شميشه كما شفتوا. عندنا تقريبا 400 غرام ديال الفورس من نوعيه ممتازه. شوفوا معنا المقادير، غندير معكم مقادير بسيطه سهله اقتصاديه زوينه. هانتوما عندنا معلقه ديال السنيده كما شفتوا او سكر حبيبات كله واش كيقول لي. جربوا هاد الشهده، هاد الشميشه كتجي غزاله زوينه. هانتوما غتجربوها وتشكروا عليها لان هاد الشميشه كتجي واعره اقتصاديه رخيصه ما فيهاش تكاليف. جربوا هاد التشكيل هذا غادي يولي معتمد عندكم. عندنا معلقه ديال الخل كما شفتوا معنا، معلقه صغيره ماشي كبيره غير صغيره، والسنيده درنا معلقه كبيره على حسب الكميه ديال الدقيق اللي درتو. انا دايره هنا 400 غرام ديال الدقيق هذه، ولا 4 كيسان بكاس ديال العنبه. كلنا نعطيكم بالغرام وبالكاس. دابا 4 كيسان ديال كاس العنبه او 400 غرام. وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه او الملحه كما كنقول لكم ديما على حسب الذوق. انا من النوع اللي تينقص الملحه. ياك غنتبعوا معكم المقادير طريقه التحضير وانتم بارطاجيو ولايكو قد ما قدرتوا. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش الفيديو يطلع، باش القناه تطلع. الله يجزيكم بخير. كما كنقول لكم عندها محتوى زوين وعندها فيها ما يتشاف وفيها ما يتصاوب. هذا هو معلقه ديال الخميره صغيره او الخميره ثاني على حسب الجو. الا كان الجو سخون غتنقصي الخميره اختي الكريمه. ثم تبعوا معنا الطريقه سهله اقتصاديه. عندك دانون غديري دانون مسوس، ما عندكش دانون غديري الحليب، ما عندكش الحليب غديري بيضه. انا سهلتها عليكم في هذا الفيديو، جبت لكم اقتصادي ساهل ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تمنعك ما تصوبيهاش. وغندنا معلقه ديال الزيت وغنقولوا بسم الله على بركه الله. انا هنا عجنتها بالحليب والثومه كله باش غتعجنها لي. بغات تعجنها بالحليب بغات تعجنها بالحليب، بغات تعجنها دير فيها مع دانون غديروا لي، ما بغاتش غدير فيها بيضه. انا هنا عجنتها بالحليب. ثم غتشوفوا معنا الشكل ديالها كي غادي يجي. غتجي رطبه. الا بغيتو حتى الثومه تعجنوها بالحليب غتجي ولا اروع. هانتوما تقريبا غيجمع علينا شي كاس وشويه ديال الكاس، مقدار ديال كاس العنبه. انا كندير معكم البساطه بزاف باش نتوما اي وحده شافت الفيديو تصوبوا داك الشيء اللي بغات، لان هي غتشوفوا غادي يجيها اقتصادي. ما كنبغيش نروح لكم من عجينه وحده تخرجي شحال من حاجه من عجينه وحده. انا كل مره كنلوح لكم حاجه. هانتوما دابا ملي غنجمعوا العجينه ديالنا غنخليوها ترتاح لينا واحد شويه وغنمشيو نصاوبوا الخضره، داك الخضره ديالنا باش غنعمروها. ولا غتصبقي الحشوه هي الاولى وتخليها تبرد كله. اشنو غادي يدير؟ هانتوما حنا كنعجنوا معاكم دابا بحال هكا الحليب. ها هي العجينه كتجي بحال هكا مرخوفه، ما كتجيش قاصحه، كتجي العجينه ديالنا بحال هكا مرخوفه. كندلكوا واحد شويه، كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنحطوها ترتاح لينا. بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا ها هي بدينا كنورقوا فيها على اكيد الخضره اللي حنا قطعناها وقاديناها وصوبناها وحطيناها طيب. كنورقوا دابا في العجينه ديالنا هذه الخضره ديالنا باش كنعمروا بالبصله بخيزو بشويه ديال بالبصله. قلت لكم بصله وحده وخيزو وحده تقريبا وكورجيطه وحده وشويه. هنايا انا دخلت القرعه الحمراء اللي من عشاق القرعه الحمراء في الوصفات. انا دخلت لكم هنا القرعه الحمراء. كنطيبوها بحال هكا. بعد ما طيبناها درنا ليها الطون هنايا او ديري الكفته ولا ديري ليدان كل واش يدير. والزيتون خضر والزيتون كحل اللي عندك عمري بيه. دابا مني ورقناها بحال هكا حطيناها في اللاطه فرشه بالكاغط وغنبداو نعمروا. انا كنعمر بيدي يعني نخدم بايدي غادي نخدم عشوائيه معليش هي بروتوكول ما كنديرش الزواق. هانتوما يشوفوا كنعمروا بحال هكا على هذا الشكل هذا. كنحطوا داك الجبانيه بحال هكا في الوسط وكنعمروا كتعميره عشوائيه لان الحشوه كتبقى من اختيارك. والتعميره بحال هكايا غادي يجي هاد الشميشه واعره غزاله. جربوها وعرفتي ولذيذه لعشاق هاد الانواع ديال الاطباق هادوك. هاد الوصفات بحال هكا اقتصاديه وزوينه. صيفط لينا وقلنا ديرنا بحال هاد الوصفات هادو. نتوما تبعوا معنا كيفايا. مني كملنا بحال هكا انا كنخدم بايدي كما قلت لكم. ها كنثنيو هذوك الجوانب بحال هكا على هاد الشكل هذا بحال هكا على العجينه ديالنا. كنبقاو حتى كنكملوا الجوانب ديالنا كاملين بحال هكا. كنثنيو وتنورقوا بحال هكايا على هاد الشكل هذا حتى كنكملوا. وسمحوا لي كنهضر بزاف غير للتفسير باش نفسر لخواتاتي اللي بغات تصاوب الوصفه واللي شاف الوصفه وعجبتها تصاوبها. تلقى كلشي مفسر في الفيديو. تبعوا الفيديو حتى الاخير. هانتوما كما شفتوا معايا
هانتوما حنا غنحيدو هاد الجبانيه ضاربه بحال هاد الشكل هذا، وغناخدو سكين او قطعه ديال البيتزا وغنقطعوا على هاد الشكل هذا. تبعوا معايا الشكل، عرفتي راه ساهله دغيا دغيا توجدوها دغيا، ديروها حتى لاخر لحظه وديروها في الفطور. عرفتي كتجي زوينه وكتجي لذيذه وكتجي خطيره. جربوها غتعتمدوا عليها في الكوتي ولا في الشهر الكريم ولا في اي حاجه. هانتوما هكا دابا حنا غنبداو نشدو بحال هكايا ونحطو بحال هاد الشكل بحال هكا. هانتوما شفتوا، ونكملوا مني غادي نكملوها، غادي ندهنوها بالاصفر ديال البيض ونرشوها بشويه جنجلان وندخلوها للفران طيب لينا. ملي كطيب لينا في الفران من التحت كنخرجوها ونرشوا عليها شويه الفرماج ونعقبوا نحطوها تعلق لينا وفي الصحه والراحه وكتجي غزاله وزوينه. وجربوها اكيده 100% غتعجبكم. ها هي بعد ما خرجناها من الفران شوفوا كي كتجي الشكل ديالها هائل ولا